سنة فاتت كنت في مكان عمري ما توقعت أكون فيه. كنت حاسس إني واقف مكاني، كل حاجة حواليا مملة، وكل ما أبدأ حاجة جديدة مفيش أي نتيجة. لكن فجأة حاجة حصلت غيرت كل حاجة، والحاجة دي هي 3 دروس بسيطة، لكن لما طبقتها حسيت إني بقيت شخص تاني خالص، شخص انطلق من مستوى الزيرو لتو هيرو. في الفيديو ده هحكي لك إزاي حياتي اتغيرت بسبب 3 دروس ممكن يغيروا حياتك أنت كمان، حتى لو شايف إن مفيش أمل. وأول درس: الحلم بدون خطة وهم. زمان كنت دايما بحلم نفسي أكون ناجح، نفسي أكسب فلوس، نفسي أكون شخص معروف، نفسي، لكن ما كنتش بعمل أي حاجة حقيقية عشان أوصل. الحلم من غير خطة مجرد وهم، واللي بيفرق الشخص الناجح عن أي حد تاني هو إنه بيحول الحلم لخطة واضحة. مفيش حاجة اسمها مش عارف أبدأ، كل حاجة في الدنيا ليها خطوات وانت محتاج تدور عليها وتطبقها فقط. لو عايز مثلا تتعلم مهارة جديدة ما تقولش هتعلمها، لا، انت حط لها خطة على طول، اعمل لها خطة. وليكن مثلا انا عندي شيء معين عايز اتعلمه، فهقسمه مثلا على 4 أسابيع. أول أسبوع فهتعلم فيه الأساسيات، تاني أسبوع ابدأ طبق على كل الأساسيات اللي انت اتعلمتها من أول أسبوع، تالت أسبوع ابدأ إن أنت تعمل مشاريع صغيرة بالحاجة اللي أنت اتعلمتها دي، ورابع أسبوع ابدأ إن أنت تقدم على شغل بالحاجة اللي أنت اتعلمتها دي. لكن في مشكلة، حتى لو عندك خطة في حاجة واحدة ممكن تهدلك كل اللي بتعمله ده. بتهزروا معايا ولا ايه؟ وده ينقلنا للدرس التاني: الأعداء ال3 اللي هيوقفوك. كنت دايما ببدأ لكن بعد شوية بلاقي نفسي واقف في نفس المكان، فاكر إني مش عارف أكمل، لكن الحقيقة كنت واقع في الفخ اللي بيقع فيه أي حد بيحاول ينجح. وده ينقلنا لأول عدو معانا وهو التسويف. هبدأ بكرة، هبدأ الشهر الجاي، هبدأ السنة الجاية، هبدأ بعد العيد. طبق قاعدة ال5 ثواني. لو عندك حاجة تعملها عد لحد 5 وابدأ فورا قبل ما مخك يكسلك عن الحاجة دي. ابدأ على طول بأي حاجة انت عايز تعملها، ما تفضلش تسوف. ما تقولش مثلا هبدأ لما ارتب مكتبي، طب هبدأ لما اجيب القلم الفلاني عشان ما بكتبش الا بيه، طب هبدأ لما اجيب الكشكول ده عشان ما بعرفش اركز الا بيه. دي كلها معوقات انت بتحطها لنفسك، حاجات انت بتخلقها لنفسك عشان ما تبدأش في الحاجة اللي انت عايز تعملها. فانت ابدأ من دلوقتي، ارمي نفسك في الحاجة، هتلاقي نفسك مع الوقت بدأت انك تفهم كل حاجة في الشيء المعين اللي انت بتتعلمه ده. وننتقل للعدو تاني وهو الخوف من الفشل. طب لو جربت وفشلت، طب ايه الحل؟ اعتبر كل فشل درس، واعرف ان اي شخص ناجح فشل 10 مرات قبل ما ينجح، ومفيش حد نجح نجاح مبهر إلا كان قبليه كمية فشل رهيبة. لأن كل فشل أنت بتفشله في المجال أو الشيء المعين اللي أنت بتتعلمه، فده بيعلمك دروس أكتر وأكتر وبيفهمك حاجات كتيرة جدا، وكل وقعة تقع فيها اتعلم منها وكمل ما تقفش. والعدو التالت: رأي الناس. طب الناس هتقول ايه؟ الحقيقة الناس مشغولة بحياتها أكتر مما تتخيل، ركز على نفسك أنت وبس. اركن آراء الناس على جنب، سواء ده قال عليك كذا أو ده قال عليك كذا أو ده قال لك كذا، فاركن آراء الناس على جنب وكمل طريق، لأن آراء الناس حرفيا هتدمرك وما هتخليكش تكمل لحلمك أو للهدف اللي انت حاطه قدامك. ولكن لو عديت كل ده، هل كده أنا هنجح؟ وخليني للأسف أقول لك أكيد لا، مش هتنجح. بتهزروا معايا ولا ايه؟ في مهارة واحدة اللي لو المهارة دي اتعلمتها كويس فدي هتخليك شخص ناجح وتتحكم بأسلوب حياتك كله. وده ينقلنا للدرس الثالث: أهم مهارة لازم تتعلمها. كل حاجة في حياتك، نجاح، علاقات، مستقبلك، بيتحدد على حسب مهارة واحدة بس، وهي الانضباط الذاتي. الموهبة طبعا مهمة، بس الالتزام هو اللي بيكسب في الآخر. أي شخص ناجح فهو مش عبقري، هو بس مستمر على هدفه إنه يشتغل عليه حتى لو زهقان. فالانضباط الذاتي هيفرق كتير جدا في حياتك، سواء لو انت مثلا عايز تتعلم حاجة جديدة او مهارة جديدة، فانت لو عندك انضباط ذاتي هتقدر ان انت تتعلم الحاجة دي بسهولة، اللي هو هتكون مخصص وقت معين في يومك للحاجة دي، حتى لو هتتعلم عنها شيء بسيط جدا، بس كل يوم هتتعلم برضو في نفس الحاجة دي. فالانضباط الذاتي بيفرق في اي شيء انت عايزه ينجح. طيب ازاي تطور الانضباط الذاتي؟
استخدم قاعدة No Zero Days. يومك ما ينفعش يعدي من غير ما تعمل خطوة في هدفك اللي انت حاطه او في مجالك، ودايما حاول ان انت تكافئ نفسك. مش لازم تشقى وقت طويل، بس كل ما تعمل انجاز صغير ادي لنفسك مكافأة. واهم نقطة طبعا انك تبعد عن المشتتات. فعندك السوشيال ميديا طبعا مشتتات، وانا ما بقولش على السوشيال ميديا كلها ان هي مشتتات. في جانب في السوشيال ميديا اكيد كويس، واكيد كل حاجة فيها جانب كويس وجانب وحش. يعني مثلا انت واحد بتتعلم حاجة جديدة، فانت عندك يوتيوب، فده كويس ان انت تستخدمه في ان انت تتعلم الحاجة دي او المهارة دي. لكن تطبيقات زي تيك توك، انستجرام، فيسبوك، فدول في الاغلب ما هيعلمكش حاجة مفيدة اكتر. يعني مثلا ممكن نقول ان فيسبوك ممكن تلاقي عليها محتوى تعليمي، بس مش هو المحتوى برضو اللي تستفيد منه اكتر. انما انستجرام فصفر محتوى اساسا، وهكذا تيك توك بيديك معلومات سريعة وهي ما بتثبتش اصلا في دماغك. بتفضل كل ما تستخدم تيك توك بتقلب في فيديوهات ورا بعضيها، فبيعدي عليك كمية معلومات كبيرة، فانت ما بتركزش اصلا في اللي هو بيتقالك او اللي انت بتسمعه. فانت حاول تنظم وقتك وتبعد عن المشتتات. يعني انت مثلا لو مثلا دراستك اونلاين او تتعلم مهارة اونلاين او مهارة جديدة، فانت عندك يوتيوب تتعلم منه. المنصات مثلا لو انت مشترك مع منصة، او مثلا عندك لينكد ان، فدي حاجات هتفيدك وتعلمك. وتبعد نفسك عن صحابك اللي بيضيعوا وقتك، لان دول هيضيعوا وقتك وهم بيضيعوا وقتهم، فانت ما هتستفدش ولا هم هيستفادوا. وفي النهاية هلخص لك الثلاث دروس، وطبعا كل درس فيهم محتاج له فيديو كامل عشان اقدر اشرحه لك بالتفصيل. اول حاجة احلم بس بخطة. تاني حاجة حارب الاعداء اللي ممكن يوقفوك. واهم حاجة طور الانضباط الذاتي، وهتشوف حياتك مختلفة تماما عن الاول. اكتب في التعليقات ايه الدرس اللي حاسس ان انت تشتغل عليه. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجينا. واكتر تعليق هيجيب لايكات هعمل فيديو عنه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو ما عجبكش فقول لي رأيك في التعليقات، وايه الحاجة اللي ما فهمتهاش او مش عاجباك في شرحي، وانا ان شاء الله احسنها بحيث اوصل لك المعلومة بأحسن شكل ممكن.